السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ اخباركم ايه؟ انا جايبه لكم سر بقى خطير 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 وحاجة جميلة جدا جدا جدا. في ناس كتير ما تعرفهاش. دلوقتي انا نزلت السوق لقيتها في السوق، اتجننت عليها. قلت بقى اجيبها اعملها اخللها واعمل منها ايه. حاجة مخللة اللي هي البسارية. تحفة، لقيتها كبيرة في السوق وحلوة اهي. شايفين الحجم بتاعها؟ ده الحجم الجميل جدا. وكمان طمعت في حبة فيهم، هعملهم هقليهم. اعملها زي الجمبري وبتبقى احلى واطعم من الجمبري. انا بنصحك اوعي تشتريها ومن السوق اوعي تجيبيها لانك هتتعلقي بيها. جميلة جدا جدا جدا. تحفة في الاكل. بصوا بقى، انا نقيت الحبة الاكبر منهم اهم، وهنقف نعملهم مع بعض. هتطلعيها جميلة جدا، ممكن تفطري بيها، ممكن ما عندكيش عشاء تقومي تعمليها وتعملي جنبها طبق مسقعه وتحمري بطاطس، هتبقى احلى عشوه. ممكن تعمليها وموفره جدا. الكيلو منها ب30 جنيه، مش غاليه. الحقي بقى انزلي السوق وهاتيلك بقى حبه خليلي منهم. تفطري بيها، تتغدي بيها، بتبقى جميله. وتعملي برضو حبه منها مقليين للاولاد، هيعشقوها مش هيبطلوا يطلبوها منك. بس للاسف هي بتطلع كل سنه في الشتاء، وهي كده خلاص في اخر الموسم بتاعها. الحقي بقى يا حبيبه قلبي، انزلي هاتلك حبه واعمليهم. يلا نتكل على الله وننضف البسارية مع بعض. طريقتها سهله جدا جدا جدا. نفضيها في الحوض كده. وطبعا انا هشطف الصينيه اللي هي كانت فيها عشان هحط فيها البسارية بتاعتي. اهو بصوا، انا كده مسكت السمكية كده. اهو هقفل الميه عشان تشوفوا. بصوا انا فتحت الراس بتاعتها. هبتدي اسحب كانك بتنضفي سمك مكرونه بالظبط. اهو بصوا، لا مقص ولا غيره. شوفوا، استنوا، انا هشطفها من جوه. والله طعمها لذيذ وخطيره. وبصي بتنضف في ثواني. دلوقتي انا هبتدي انزل اللي انا نضفته في الصينيه. اهو بصوا، افتحي النحشوش كده. انا بسيب الراس جاي، لو عايزه تشيلي الراس شيليها. بس هي ما فيهاش يعني، ما تشيليش الراس، بتديها منظر حلو. وبعدين هي بتتاكل كلها كده على بعضها. لا راس بتتشال ولا حاجه بتتشال. انا عن نفسي باكلها كده كلها كامله. جميله جدا. شايفين الحلاوه والجمال. نضيفه جدا جدا. اهو ننضف كمان واحده مع بعضينا. اهو تنظيفها سهل جدا. ممكن تنضفي 5 كيلو في نص ساعة. روحي يا حبيبة قلبي هاتيها واعمليها للأولاد، هتبقى أطعم وأحلى من الجمبري. ولقيت كمان معاها مكرونة اهو صغيرة، هنضفها برضو مش هرميها. اهي شايفين؟ جميلة جدا. والله بتبقى طعمة جدا، أطعم من أي شيء تاكليه. هكمل بقى بقية الكمية يروح قلبي، وهنرجع نشوف هنعملها ازاي. طريقة قليها، طريقة القلي بتاعتها وطريقة التمليح بتاعتها. هتطلعي احلى بسارية ممكن تاكليها. يلا استنيني بقى اخلص وارجع لك. دلوقتي يا حبايب قلبي انا خلصتها التنظيف اهو. تنظيفها اهوت من جوه اهو. شايفين القلب؟ اهي نضيفه. بس هي بتبقى غامقه كده على فكره، يعني مش وحشه ولا حاجه. هي كده. انا نضفتها. دلوقتي هحط عليها الميه واحط عليها الليمون. وبرده ما تخليهاش في الميه والليمون كتير لانها بتتهري. يعني ممكن 10 دقايق ربع ساعه وتشطفيها وتملحيها وتبتدي تشتغلي فيها. فانا برضو هحط عليها الليمون والميه بس، ما تحطوش خل. وهرجع لكم بقى نعمل الطريقه بتاعتها وهنقليها مع بعضينا وهتشوفي. وبنصحك اوعي تشتريها لانك هتتعلقي بيها. والله تحفه تحفه تحفه. لو جربتيها مره مش هتبطلي تعمليها، والاولاد هيطلبوها منك على طول. يعني انا اللي انا هخللها دي انا بقى العيش، يعني كل ما بتخلص بجيبها واعملها. لانها بتبقى جميله جدا، لذيذه جدا في الاكل. على الفطار جنب الفول والطعميه وبصلتين خضر بقى تفتح النفس وتاكلي لما تقولي يا بس، وطعمها بيبقى جميل. ولو انت خللتيها في الصيف زي الحر ده اللي احنا فيه ممكن تخلليها وتخليها في المطبخ يوم ولا 2 بكتير، وبعد كده بتحطيها في التلاجة. بتقعد عندك بالشهر وبالاتنين ما بيحصلهاش حاجه. احنا بنسيبها في المطبخ يوم ولا 2 ليه؟ عشان الملح يتفاعل معاها وتبتدي تاخد التمليحه بتاعتها. وبعد كده بتدخليها التلاجة العادية من تحت، تحطيها ببطرمان وتقفلي عليها وتطلعي منها وتدخليها التلاجة تاني. دي نصيحة ملهاش دعوة باللي احنا بنعمله ده. بس انا بعملها على طول وبحطها في التلاجة. والله طول الصيف بتبقى عندي.
لان انا بعشقها، بعشق اي حاجه حادقه. دلوقتي بقى هنحط الميه اهو على البسارية وهعصر عليها الليمون، ولما نيجي بقى نشتغل فيها هرجع لكم. دلوقتي يا حبايبي انا خلصت البسارية ونقعتها في الليمون والميه. بس ما بصوا بقت بيضه وجميله ازاي اهو. انا دلوقتي بقى جبت الخلطه بتاعتي اللي هي الدقه بتاعت السمك العاديه جدا اللي في كل بيت الناس كلها بتعملها اهو. دلوقتي انا هجيب نص ليمونه منها كده اعصرها، هاخد النص الكبير ده هعصره على الدقه بالمنظر ده كده. اعصري عليها الليمون كتير واظبطي حدقها، هتطلع معاكي والله اطعم من الجمبري، هتدعيلي لو جربتيها. في ناس كتير يقولك لا ازاي بتاكلوها مش عارفه ايه، لا والله جميله جميله جدا، هتعجبك قوي قوي قوي. وهجيب نقطه خل صغيره كده مش كتير وهحطها برضو عليها. انا بحبها تبقى مززه شويه. بصوا انا ما حطيتش الا ايه نقطتين 3 كده بس. هبتدي بقى اقلب اللي انا حطيته ده. اشيل بس البذره بتاعت الليمونه دي مش عارفه جت منين انا اهو. بصوا هروح بقى دلقاها على البساريه كده بنفس الطريقه دي كده، وتبتدي تقلبيها ده على جنب. وهنبتدي نجيب الدقيق اللي احنا هنقلي بيه دلوقتي. دي الحاجات اللي احنا هنضيفها على الدقيق بتاعنا: ملح، كمون، فلفل اسمر، ربع او على طرف المعلقه بودره زعفران، بهارات، بابريكا، شطه. ده اللي احنا هنضيفه على الدقيق اللي احنا هننزل فيه البسارية بتاعتي. دلوقتي انا هقلبه، هبتدي اقلب الخليط ده كله كده مع قلب بعضه كده في قلب بعضه، عشان هنزل فيها البسارية برضو زي ما قلينا الجمبري. بس الجمبري انا كنت عامله له خلطه سايله، فده مش هعمل لها خلطه سايله، هي نفس الطريقه اللي احنا عملنا بيها الجمبري. والله بيطلع طعمه خطير جدا جدا. ده اسمه جمبري الغلابه، يعني اللي مش قادر يشتري الجمبري يشتري البسارية دي ويعملها، هتطلع اطعم من الجمبري بكتير. دلوقتي هبتدي بقى اعصر نص الليمونه التاني على البسارية اهو. نركن بقى الدقيق ده على جنب كده، نحط الطاسه على النار. اهم حاجه تبقى مززه كده وطعمها جميل. هتحبي تقرمشيها كده، اعمليها زي التسالي حتى كده وانت قاعده كلي منها تحفه. دلوقتي نبتدي ناخد البسارية بتاعتنا ننزلها في الدقيق بنفس الشكل ده كده زي ما عملت مع الجمبري. لو مشفتيش فيديو الجمبري خشي شوفيه يا قمر، مش هتندمي، هتعملي احلى جمبري طالع كريسبي ولونه وطعمه تحفه اهو. بصوا هنحط بقى العلبه برده كده وابتدي اهز البسارية بتاعتي كده بنفس الشكل كده اهو. اغلفها كلها بالدقيق بدل ما نعفر الدنيا ونبهدل الدنيا بالدقيق اهو كده. انا عملت البسارية بتاعتي بدرتها، هبتدي بقى اطلعها واحده واحده كده وارصها في الطبق كده اهو. ده اسهل طريقه ممكن تعملي بيها البسارية وتطلع منك واحده واحده، احسن ما تبقى لازقه ببعضيها كده ومتبقاش حلوه. انا طبعا قدرت الحبه اللي هم كانوا في الدقيق وحطيت غيرهم، لازم تحط غيرهم عشان لما تيجي تطلعي دول تنزلي التانيين على طول وراهم. دلوقتي هبتدي انزل البسارية بتاعتي بس يا حبيبتي نفس الطريقه دي كده، تطلع معاكي واحده واحده مش لازقه ببعضيها كاننا بنقلي سمك مكرونه بالظبط. شايفين الحلاوه؟ ايه رايكم بقى؟ حاجه تفتح النفس. جمبري ده ولا مش جمبري؟ اهو يا حبايب قلبي اعمليها هتعجبك جدا جدا. اهم حاجه ما تطلعهاش نيه، يعني انا بحب اديها لون الذهبي كده. طبعا هي واخده لون ذهبي كده عشان ده اللون، لكن انا لسه عايزاها تحمر شويه عن كده.
شايفه يا قمر؟ هو ده اللون اللي انا عايزاه. هطلع بقى بيه البسارية كده، هديت عليها ها، جمبري ده بقى ولا مش جمبري؟ جمبري الغلابة التحفة والله، أطعم وأجمل من الجمبري. شايفين؟ يلا جربيه، وانزلي السوق دوري عليه وهاتيه، وهتجربيه مرة مش هتسليه تعمليه، بس يعني بنفس الطريقة اللي أنا عاملاها بيها دي هتبهرك الطريقة. حلو في فطار، حلو في غدا، حلو في عشاء، جميل جدا جدا جدا. جربيها يا روح قلبي مش هتندمي. مستنياك تقولي رأيك في البسارية بتاعتي او جمبري الغلابة. يلا انزلي السوق دوري وهاتيها، الحقيها قبل ما تخلص. متنسيش في الاشتراك ولايك حلو منك من ايدك الجميلة دي، وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.